وقناة السويس واللي تعتبر واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر بحوالي 9.4 مليار دولار سنويا في سنة 2022 مهددة بشكل كبير جدا إن عدد السفن اللي بتحاول طريقها من طريق قناة السويس لرأس الرجاء الصالح يزيد بشكل يومي، والكلام ده حتى لو هيكون بشكل مؤقت للفترة دي بس. من يوم الجمعة اللي فات وتحديدا يوم 15/12/2023 تم الهجوم على سفينة شحن تابعة لأكبر شركة شحن بحري في العالم وهي شركة MSC، وطبعا الهجوم على السفينة دي كان برعاية إخواتنا الحوثيين في اليمن. المهم إنه على خلفية الهجوم ده قررت شركة MSC ان هي توقف جميع عمليات الشحن البحري الخاصة بيها في طريق قناة السويس، وطبعا الموضوع ده حصل عشان خاطر الطريق ده بيبدأ من اخواتنا تحت عند مضيق باب المندب في اليمن. وعلى خلفية الوقف ده قررت الشركة رقم 2 عالميا وهي شركة ميرزك الدنماركية، وكمان الشركة رقم 3 عالميا وهي شركة CMA CGM الفرنسية، وكمان الشركة رقم 5 عالميا وهي الشركة الألمانية هباج لولايد. وسامحوني لو النطق مش مظبوط شوية. كل شركات الشحن اللي اتكلمنا عليها دي قرروا ان هم يوقفوا عملياتهم بشكل شبه كامل لحد ما طريق قناة السويس يرجع آمن زي ما كان،